بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. ملامح تشكيلة الاهلي امام بيراميدز النهارده في كاس السوبر المصري. طبعا ياسر ابراهيم احتماليه كبيره جدا مش هيلعب النهارده خالص. هيكون لكولر حاجه من الاتنين، لا يلعب محمود متولي او خالد عبد الفتاح. انا عارف ان ياسر ابراهيم في ماتشات بيراميدز خصوصا بيكون يعني نجم كبير، وكمان بيخلي رمضان صبحي مختفي تماما، لكن كل لعيبه الاهلي رجاله، محمود متولي او خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح هو جوكر، ممكن يلعب سندر باك او باك يمين او شمال. وطبعا محمد هاني عنده ارهاق من ماتش الرجاء اللي فات، واحتماليه ممكن يلعب او ما يلعبش. يعني ممكن خالد عبد الفتاح يلعب باك يمين النهارده او يلعب سنتر باك على حسب، او محمود متولي. غير ان ديانج لو جاهز 100% هيلعب، لو جاهز 100% هيلعب، عشان برضو طلع في ماتش الرجاء. يعني لو هو جاهز هيلعب النهارده 100%. لو مش جاهز تقريبا هيكون اختيار كولر النهارده حمدي فتحي. طبعا عمرو السولية النهارده مش هيلعب عشان برضو مصاب. هيلعب مروان عطية او الكندوسي او قفشه. الكندوسي رجله في الملعب هيلعب، لو رجله مش في الملعب وكولر مش واثق فيه احتماليه قفشه. طبعا الخط الهجوم بتاع الاهلي الله اكبر عليه، هو اصلا طبعا مؤدي كويس جدا في دوري ابطال افريقيا. حسين الشحات، كهربا، بيرسيتاو. الا بقى لو كولر ليه راي اخر ممكن يلعب محمد شريف النهارده مكان كهربا، على حسب كولر هيعمل ايه. وطبعا لما التشكيله تنزل 100% طبعا هحللها. سلام.